السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال. اليوم مشينا نتقداو الكبش ديال العيد. مشيت انا وواحد الصديق ديالي عند هذا الكساب هذا، واللي قال لنا باللي آخر ثمن عنده هو 4500 درهم، يعني ابتداء من 90 ألف ريال. أرخص كبش عنده داير 90 وقال لي قلال، أما ما تبقى فابتداء كيف قلنا من 90 ألف ريال وانت طالع وواصل عنده شي خير حتى لجوج ديال المليون. انا مطبوع لا نوط، قال لك هذه اللي فيها السلاله حره. انا بطبيعه الحال ما عجبني حتى شي حاجه هنايا، والصديق ديالي عجبو واحد هذا اللي كيجر فيه وخداه ب 6500 درهم اخر ثمن. ما كانش بيحيد ليه واحد 500 درهم، حيت في الاول قال ليه 700، ولكن بقى معاه حتى الاخر ويخليه ليه ب 6500 درهم اخر ثمن، يعني 130 الف ريال. اما الاخرين كيف قال لك راه كلشي مبيوع، وراه الاثمنه هذا العام هذا الشيء اللي عنده هو فقط. هذا السيد كيهلف وتبارك الله عنده الكباش يعني وازنين، اللهم بارك. اش بان لك انت في هذا الثمن هذا وبشحال خديتي؟ وخلي لي الراي ديالك في التعليق. من جهه اخرى كنتسائلوا على شحال دايرين الاثمنه في كل الجهات، وخاصه الناس اللي عندهم سلالات من غير السردي. يلا تبارك الله عليكم.